السلام عليكم. مين زي كده ما بيحسش انه اكل كنافه بجد الا لما ياكل صينيه الكنافه المتينه اللي شبه دي كده؟ انا عليا صينيه كنافه ولا اجدع حلواني. هقول لكم النهارده ازاي هنعمل الكنافه بالكاسترد والكنافه بالمكسرات وايه الفرق ما بينهم. اول حاجه ببتدي ان انا اجيب عجينه الكنافه واكون مفرزاها عشان طبعا يسهل عليا ان انا هفرفطها بسهوله جدا من غير اي ادوات كهربيه. بعد كده هبتدي ان انا كمان اسيح السمنه بتاعتي، مجرد تسييح مش تسخين، وهسيبهم على جنب وهبتدي في تحضير اجمد صينيه كنافه عن طريق اول حاجه ان انا احط السكر البودره على الكنافه بتاعتي. هوصل السكر ده لكل عجينه الكنافه. السكر هنا الهدف منه انه هيخلي عجينه الكنافه وهي في الفرن تحمر كويس قوي. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالسمنه، بنزلها بالتدريج عشان خاطر ان انا اقدر اوصلها لكل السمنه بتاعتي، وافضل بقى ادعكها كده مع عجينه الكنافه كويس قوي لغايه لما توصل للمنظر اللي حضرتك شايفاه ده كده. هبتدي بقى ان انا اجيب الصينيه بتاعتي وهدهنها بكميه كده حلوه من السمنه، سواء من القعر او من الجوانب، هي كنافه يعني سمنه. وبعدين هرجع لعجينه الكنافه هكبسها كويس قوي وهي في مكانها، بحيث ان انا اقدر ان انا اعملها جزئين متساويين بالنظر. هبتدي بقى ان انا اخد اول جزء وهحطه في الصينيه بتاعتي، وهحاول وانا بفرده اوصله كمان للاطراف بتاعه الصينيه بتاعتي، بحيث ان انا لو حطيت حشوه الكاستر او حشوه حتى المكسرات ما تخرجش لبره. بعد كده عن طريق بقى صينيه، عن طريق مثلا قعر كوبايه، او عن طريق الاداه اللي انا مستخدمها اللي هي هراسه البطاطس، هبتدي ان انا اكبس بقى عجينه الكنافه كويس قوي. وكمان همشي على الاطراف وهكبسها بصبعي كده كويس جدا برضه لغايه لما هتوصل للشكل ده، حاجه عامله زي المسطره. بعد كده هبتدي ان انا احضر الحشوات بتاعتي. لو هستخدم المكسرات هجرشها جرش خشن، وهبتدي ان انا احط عليها بقى اي اضافات انا حباها، زي مثلا انا هنا ضفت كمان الجوز هند وحبه سكر، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس قوي مع بعض، وهنزل بيهم على الكنافه اللي احنا حضرناها من شويه، وهسويها بحيث ان هي تديني طبقه متساويه. وهرجع تاني للجزء اللي احنا كنا سايبينه من الكنافه، وابتدي ان انا افرده بطريقه متساويه على صينيه الكنافه كلها. بعد كده هضغط بالايد ضغط خفيف. وبعدين في حاله المكسرات هينفع ان انا ارجع اكبس صينيه الكنافه بتاعتي، سواء عن طريق صينيه او قعر كوبايه، او برضو الاداه اللي انا مستخدماها دي كبس كويس جدا. انما في الكاستر مش هينفع كده لغايه لما توصل للشكل اللي حضرتك شايفاه ده كده. ودلوقتي على فرن مسخن مسبقا على 180 درجه مئويه. ما كانش عندي كاسترد فعملت البديل ليه في البيت، وهو عباره عن ان انا بجيب شويه لبن بدوب فيهم شويه نشا، بقيت كميه اللبن بحط فيها السكر والفانيليا، وبرفعهم على النار لغايه لما يبتدي يغلي. اول لما هيبتدي يغلي هحط النشا بتاعي اللي انا مدوباه في شويه اللبن، وطبعا هقلب بسرعه جدا عشان خاطر ما يعملش تكتلات لغايه لما هيوصل للمنظر ده كده. انزل بالحشوه بتاعتي على طبعا الكنافه اللي انا فردتها بنفس الطريقه اللي احنا قلناها في اول الفيديو، وهفرده كويس قوي. وبعدين هنعمل بقى هنا باقي الكنافه بطريقه متساويه، يعني وانا كده ببتدي ان انا بحطها باتقان شديد، لان انا هنا مش هينفع ان انا اكبسها. وعلى قد ما اقدر بقى بالايد بحاول اسويها لغايه لما تبقى بالشكل ده كده، وعلى فرن مسخن مسبقا على 180 درجه مئويه. طبعا وهم في الفرن انا بكون مجهزه الشربات من قبل كده، احنا عملناه فريل سابق، ويكون في درجه حراره الغرفه. واول لما تخرج بهذا الجمال وهي لسه سخنه هنزل عليها بالشربات البارد. انا بحب اسقيها الاول وهي في مكانها، وبعد لما اتاكد ان هي اتشربت كويس قوي على الطبقه الاولى، كمان لما بقلبها بحاول ان انا اسقيها تاني بحيث ان هي تبقى مخدومه كده. في حاله الكنافه اللي بالمكسرات بسيبها ازيد في الفرن عشان تطلع بالظبط عامله زي الحلويات الشرقيه، يعني مقرمشه كده وطعمها خطير جدا. اما بقى في حاله الكنافه اللي بالكاسترد عشان تطلع اطرى فبقلل الخبز شويه، حتى حضراتكم اكيد ملاحظين الفرق في اللون. وبالصحه والهنا.